يا مساء السعادة والهنا والسرور من أجمل منتجعات مدينة طابة، منتجع تيوليب طابة. المنتجع 5 نجوم، بيقدم فطار غدا عشاء، مشروبات وسناك طول اليوم. بجد الأكل هنا روعة روعة روعة، تحفة في منتهى الجمال. هاخدكم دلوقتي بجولة في المطعم والحكم ليكم، وهتقولوا لي هل انا صادقه ولا ببالغ. بس ان شاء الله رايكم هيكون زي رايي وهيعجبكم الاكل والبوفيه. وطبعا الشيفات هنا مش عايزه اقول لكم في منتهى الذوق والجمال والاحترام في التعامل. يلا بينا نبدا ونشوف مع بعض. هنشوف الاكل اللي عاملينه لنا النهارده يوم شرقي يا شيف، صح؟ رز بالشعرية. طبعا الرز بالشعريه. معانا الشوربات ايه بقى النهارده؟ طبعا ده انا قلت النهارده شرقي يعني ملوخيه. كويس. طبعا خضار سوتيه. نو البط انا قلت النهارده هيبقى. طيب دي مكرونه بشاميل. ده سمك فيليه. ايوه فيليه. اوكي، في مشويات بره، هنصور كل ده. هنشوف بقية العشاء النهارده. والمفاجأة بقى النهارده معانا كشري المصري طبعا، ودي الصلصة والدقة بتاعته منتهى الجمال. نروح بقى نشوف المشويات اللي هتبقى بره والصوصات والسلطات. ودي عندنا هنا طبعا المشويات، كفتة النهارده، وامبارح كان فراخ مشوية. هنا الجرد منجي كله طبعا. ايوه، لا كلها يعني مقبلات تفتح النفس ما شاء الله. ابراتيف كله. ايوه طبعا. في جرد صوص. ودي صوصات طبعا. بسم الله ما شاء الله، روعة. السلطات والصوصات تفتح النفس اصلا. هنروح بقى على اهم حاجة بعد الاكل ده كله، الحلويات. بما ان النهارده معانا يوم شرقي، فمعانا الحلويات طبعا، لقمة القاضي وكنافة والبسبوسة وشكرلم. الله، بقية الحلويات طبعا الشرقية، الجلاش وصوابع زينب ورموش الست والكنافة. حاجات تحفة بجد، تسلم ايديهم. ومعانا شوربة العدس، وهنشوف الشوربة التانية ايه، شوربة اللسان عصفور. الله. هنا طبعا المعجنات هنا خطيرة خطيرة خطيرة.
طبعا المشروبات بارد وسخن. اجمل هنا حاجة هنا بقى في ركن الاطفال، ممكن يلعبوا وانتوا بتاكلوا. المطعم كبير جدا والاكل هنا تحفة بجد. مش عايزة اقول لكم انا زدت لي على الاقل 5-6 كيلو في ال3 ايام اللي قضيناهم هنا. ادعوا لي بقى ارجع اعمل الرجيم بتاعي واخس شوية. بس صراحة محدش يشوف الجمال والحلويات دي ويقول رجيم خالص. شوف هنا بقى حطولنا ام علي، كانش لسه اتحطت. تحفة بالهنا والشفا. وده العشاء الشرقي اخر يوم لينا في الفندق. عامل لنا عشاء شرقي عظمة، بط وملوخية ومكرونة بشاميل وكفتة وكشري مصري وانواع تانية كتير. وده عشاء تاني يوم لينا في الفندق. عشاء أول يوم في الفندق كان ديك رومي وكفتة ولازانيا وأنواع مختلفة من المكرونة زي ما انتوا عايزين. سباكيتي بني، صوص أبيض، وايت صوص أو ريد صوص زي ما انتوا عايزين. وده الديزرت معانا بعد العشاء. في الاخر يا جماعه انا اتبسطت جدا بتواجدي هنا في الفندق، وبجد عايزه اشكركم واشكر واشيد بمستوى الضيافه عندكم هنا ومستوى الاكل والتعامل بجد. فانا بقدم التحيه ليكم كلكم لجميع الكاست بتاعكم بالنيابه عن نفسي وبالنيابه عن جميع كل النزلاء اللي كانوا متواجدين. شكرا جدا لحضرتك يا استاذ سيد. شكرا.